اللغو، مثل اللي يقول له مثلا خذ مثلا فنجان قهوة، يقول له أقول والله أنت أخذ، يقول لا والله فأضعه. هذا في الغالب أنه يمين لغو يجري على اللسان دون أن يقصد الإنسان أنه يعني يمين. مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل نعم والله ولا والله. مثل لو قلت لي مثلا بتحضر اليوم العرس، قلت لك إيه والله بجي ثم لم آتي، فقلت لي إذن يلزمك كفارة لأنك قلت إيه والله، فأقول نعم، لكن كلمة والله هذه يعني لا تعتبر يمينا لأنها تجري على اللسان، نذكر الله تعالى يعني تبركا، وليس المقصود أن يعقد اليمين. هذا يمين اللغو. هناك يمين اسمه يمين الإكرام، مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل، اللي يقول مثلا والله أنت تشرب قهوة، يا أخي كل، قلت لا والله بس يكفي تعشيت، قال والله أنت أكل، وهو يقصد الإكرام، لا يقصد منعك من شيء أو إلزامك بشيء، إنما يقصد زيادة الإكرام. فهذا أيضا عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين يفتون أنه لا يلزمه كفارة ويلحقونه باللغو. النوع الثالث من اليمين هو الذي يكون له سبب، مثلا لو أنا فيه جارنا مثلا يعني يشرب خمر، فقلت لزوجتي والله إن ذهبتي إليهم إن زرتيهم، هذا بيت هذا السكير، إن زرتيهم فأنت طالق. ثم بعده بشهرين ثلاثة تاب الرجل وصلح حاله وترك الخمر، فذهبت إليهم زوجتي، هل في هذا الحال يكون وقع عليها يميني؟ لا، وذلك لأني أنا حلفت لوجود سبب معين، فإذا هذا السبب زال اليمين معه حتى لو لم أصرح بهذا بلساني. هذه نقطة مهمة. لذلك الأخ قبل قليل قال لزوجته إن قابلت رفيقك، إن قابلت قريبتك فلانة أو قريبك فلان فأنت علي حرام. فلو قلنا له لماذا منعتها، لقال إنه يقول لها كلاما يفسد بيني وبينها فأنا لا أريدها أن تقابله. لكن لو أنها رأته في عرس سلمت عليه، أو في دعوة على وليمة وسلمت عليه سلاما سريعا دون أن تجلس معه وتستمع إليه، فهذا لا يعتبر حنثا عليك في يمينك. أما اليمين الذي يلزم عليه الكفارة فهي اليمين المنعقدة الذي يقصدها الإنسان، مثلا نقول مثلا هل ستأتي اليوم إلي، فقلت نعم، قلت احلف أنك بتأتي، قلت ما يحتاج حلف، قلت لا أحلف حتى تؤكد لي لأنك دائما تعدني وتخلف، فقلت والله العظيم أن آتيك الليلة ثم لم تأتي، في مثل هذا الحال يلزمك الكفارة. أو لو قلت مثلا قال لي ولدي أعطني 100 ريال، فقلت أعطيك غدا، قال يلا احلف أنك تعطيني، قلت والله إذا جاء بكرة أعطيك 100. ففي مثل هذا الحال إذا جاء الغد ولم أعطه يلزمني الكفارة، هذه يمين منعقدة. هناك يمين أخير وهو اليمين الغموس، وهو اليمين الكاذب، مثل الإنسان الذي يقول مثلا والله أن فلانا جاء ولا والله أنه ما جاء وهو كاذب، فهذا أعوذ بالله يمين غموس وهو من الكبائر. ويعني